قلعة بني حماد تقع بمنطقة المعاضيد شمال شرق ولاية المسيلة، اتخذها الحماديون كعاصمة أولى لدولتهم، والتي بلغت أوجها في القرن ال11 الميلادي، قبل أن ينتقلوا بها بعد ذلك إلى بجاية. وتقع هذه الآثار على ارتفاع 1000 متر فوق سطح البحر، محاطة بجبال تاجر بوست التي تشكل خلفية للقلعة، كانت تستغل سابقا في الاحتماء من الأعداء الذين كانوا يتربصون بالدولة الفتية التي أعلنت حسيانها المبكر على دولة بني العباس في بغداد. أما تاريخ بناء هذا الصرح التاريخي فيعود إلى سنة 1008 ميلادية على يد حماد بن بلكين، الذي يرجع نسبه إلى زيري أشهر أمراء صنهاجة ومؤسس دولة الحمادية بالجزائر، فاختار مكانا محصنا لقلعته بغية عمليات المراقبة العسكرية للأماكن المجاورة. عاصمة الدولة الحمادية كما هو موجود الآن هي الآن عبارة عن موقع أثري مصنفة كتراث وطني ابتداء من 1952 وتراث عالمي إنساني، ربما هي الأولى على المستوى الوطني تم تصنيفها في سنة 1980 ربما. بني حماد تضم عديد الكنوز والمعالم الأثرية المهمة، أهمها المسجد الكبير ومصلى قصر المنار الذي يعتبر أصغر مسجد في العالم، بالإضافة إلى القصور الأخرى الممتدة عبر مساحة القلعة، على غرار قصر الأمير وقصر المنار الذي يمثل أعظم صرح بفعل حجمه الهائل، وكذا قصر السلام وقصر الكواكب اللذين ما يزالان تحت الأنقاض إلى حد الآن. تتمتع مدينة القلعة بوجود العديد من القصور، منها ما هو موجود تحت الأرض إلى الآن، منها قصرين، قصر الكوكب أو النجمة وقصر السلام إلى الغرب من المسجد الموجود حاليا تقريبا بين مسجد القلعة وجبل قرين أو هضبة وقرين. القلعة التي شكلت طوال ال1000 عام الماضية تعد شاهدا تاريخيا على إحدى أعظم حضارات التي عرفتها الإنسانية، ممثلة في الحضارة الإسلامية، فلا تزال إلى غاية اليوم رمزا شامخا وشاهدا على بريق ومجد الحضارة الإسلامية العريقة.